السلام عليكم يا حاج. أسرار مسلسل لن أعيش في جلباب أبي اللي كسر الدنيا وقتها. نور الشريف رفضه في البداية وتحول بعدها لأهم دور في مشواره الفني. مسلسل عاش عمر طويل وعدى عليه أكتر من 25 سنة، لكن لسه حي وكل الأجيال بتحب تتفرج عليه. ممثلين كتير ما رضيوش يشتغلوا فيه، واتعمل بميزانية ضعيفة، وتصور منه 25 حلقة والميزانية خلصت. ومع ذلك مفيش بيت في مصر بيزهق من إعادة حلقاته. لن أعيش في جلباب أبي، المسلسل اللي رفضه فنانين كتير عشان كانت ميزانيته ضعيفة جدا، وأهم دور فيه دور المعلم سردينة اللي كان مترشح ليه الفنان حسن حسني، لكن علشان كان عاوز زيادة في الأجر اللي اتعرض عليه واللي كان 7000 جنيه رفض الدور وقال مش هاخد أقل من 10,000 يا إما الدور ما يلزمنيش. ولما اتعرض على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وافق على طول، ولما راح له الإنتاج ما كانش عنده غير مشكلة واحدة بس، وهي إنه مشغول شوية وبيعرض مسرحية جديدة في اسكندرية، فكان الحل إنه يخلص العرض ويركب القطر من القاهرة لاسكندرية عشان يلحق التصوير. واللي كانوا مترشحين لدور فاطمة كشري في الأول الفنانة يسرى والفنانة إلهام شاهين، بس المخرج أحمد توفيق اعترض وقال ولا يسرى تنفع ولا إلهام تنفع للدور، دول الاتنين حلوين ومعلمين الوكالة مش هيسيبوهم، ومفيش واحدة في جمالهم هتبص لعبد الغفور البرعي وهو جاي الوكالة حافي. وترشحت بعد كده معالي زايد، بس لما قرت السكريبت ما عجبهاش ورفضت الدور، وترشحت مكانها عبلة كامل اللي كانت لسه وجه جديد، ورغم ان المخرج شخصيا ما كانش يعرفها قرروا يدوها فرصتها. أما بقى دور عبد الوهاب كان خالد النبوي المرشح الأول ليه، لكن لما الإنتاج بعت له 7 حلقات يقراهم قال ما باخدش سيناريوهات ناقصة، يا تبعتولي المسلسل كله يا بلاش. والمخرج أحمد توفيق وقتها انفعل وقال هو الواد ده نسي نفسه ولا إيه؟ ورباب حسين اتصلت بيه وقالت له لما يبقى مسلسل عليه اسم أحمد توفيق ومصطفى محرم يبقى عليه علامة الجودة، عيب تعمل كده. نور الشريف أكبر ممثل في مصر وافق على المسلسل من حلقتين، وكان المرشح التاني على طول الفنان أحمد رياض واللي عمل الشخصية بشكل محدش يتصوره. بس كل ده كوم بقى، ودور عبد الغفور البرعي شخصيا كوم تاني خالص، عشان نور الشريف نفسه كان رافض المسلسل في الأول، والسر لما قال لهم ايه ده هو أنا مش بطل المسلسل، واتضايق جدا ومرضيش يكمل. بس مصطفى محرم هداه وقال له أجل انت بس قرارك أسبوع وهنعدلك السيناريو زي ما انت عايز، وقعد على الورق لحد ما خلى المسلسل بيتكلم عن كفاح عبد الغفور البرعي في الوكالة من ساعة منزلها وشغله مع الحاج إبراهيم سردينة، وقصة كفاحه خدت 14 حلقة كاملين. نور الشريف لما قراهم عجبه جدا وقال أيوة كده هو ده اللي أنا عاوزه، ونزل بعدها اشترى لبس من الوكالة وكان مهتم جدا بتفاصيل الشخصية، لدرجة ان في اول يوم تصوير المخرجة رباب حسين قالت له يا نور ايديك ناعمة ومش لايقة مع الشخصية، فقعد على الارض ووسخ ايديه بالتراب والطينة عشان تليق مع شخصية عبد الغفور والشبشب اللي هو لابسه من قدام الجامع. المسلسل اصلا ما كانش هيتعرض، الميزانية خرمت معاهم وهم شغالين، ولما كان فاضل لهم أقل من شهر على التصوير المنتجة ناهد فريد شوقي حصل لها أزمة مالية وقالت لهم أنا مش هقدر أكمل تصوير، اللي معايا يدوب يكمل 11 يوم تصوير، والمسلسل شكله كده مش هيكمل وخلاص كان هيتلغي، لولا المخرج أحمد توفيق والمخرجة رباب حسين عملوا المستحيل عشان يكمل. أول حاجة أخدوا شقة واحدة صاحبتهم وعملوها شقة محفوظ سردينة، وبعدها غيروا الديكور وخلوها شقة بهيرة وصوروا فيها كل الخارجي، وفرح سنية وفرح بهيرة اتصوروا في يوم واحد في الميريديان الهرم، وعشان يوفروا تمن الأكل في الفندق وهم شغالين راحوا بنفسهم يشتروا ديك رومي وحمام وخلوا طباخ تبعهم هو اللي يعمله لهم. وفي النهاية مستنين نشوف آرائكم وتعليقاتكم عن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وإيه هي الشخصية اللي علقت معاكم. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.